ازيكم عاملين ايه؟ النهارده هنتكلم عن فيديو مهم جدا ناس كتير طالباه. هو معهد فني صحي ومعهد فني تمريض، وايه الفرق بين ده وده، وايه الشروط، وكل حاجه هنعرفها النهارده في الفيديو. اشترك في القناه وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل فيديو جديد هننزله. ولو في اي استفسار اكتبوا لي في الكومنت وهرد عليك. عندنا اول حاجه من حيث الشعب، يعني الشعب العلميه، علم علوم وعلم رياضه. طبعا مش بياخد من ادبي. معهد فني تمريض بياخد من علم علوم بس. معهد فني تمريض علم علوم بس. معهد فني صحي بياخد من الاتنين، علم علوم وعلم رياضة. يبقى عندنا معهد فني تمريض علم علوم بس، وعندنا معهد فني صحي بياخد من علم علوم وعلم رياضة. يبقى دي أول جزئية. يبقى احنا كده عرفنا ده بياخد من ايه وده بياخد ايه من حيث الشعب. بالنسبة للتكليف، الاتنين ليهم تكليف، يعني الاتنين هتخلص شغلك أو هتخلص دراستك وبعد كده تطلع تشتغل على طول من الدولة. ويعني الحاجات الوحيدة اللي فيها تكليف يعتبر الحاجات دي وكلية طب بشري، مفيش حاجة تانية. تمام، يبقى احنا كده عرفنا ان معهد فني تمريض علمي علوم بس، ومعهد فني صحي علمي علوم وعلم رياضة. طيب بالنسبة لمدة الدراسة، مدة الدراسة سنتين بس، مدة الدراسة سنتين. طيب السنتين دول في 6 شهور امتياز، يعني بتخلص سنتين دراسة و6 شهور امتياز. طيب الاتنين لما بيخلصوا الكلية بتاعتهم أو المعهد بتاعهم بيطلعوا بمؤهل فوق متوسط. بيطلعوا بمؤهل إيه؟ فوق متوسط. ده بالنسبة للإيه؟ للمؤهل. الاتنين تقدر تكمل كلية من بعده بعد التخرج. يعني عندك معهد فني صحي تقدر تكمل في كلية علوم صحية وتطبيقية، بس لازم تكون جايب مجموع عالي أو مرتب على الدفعة بمعنى صح. يبقى معهد فني صحي في كلية علوم صحية اللي هي تطبيقية، مجموعك عالي أو أنت مرتب. تقدر تكمل في كلية تمريض لو أنت داخل المعهد علم علوم. يعني خد بالك من الملحوظة دي. تقدر تكمل في كلية تمريض لو أنت داخل من علم علوم. طب لو أنت واحد داخل من علم رياضة ليك كلية هندسة. لو أنت داخل من علم رياضة ليك كلية هندسة. طبعا تقدر تكمل في كلية هندسة لو أنت علم رياضة، بس تكون داخل قسم اسمه فني أجهزة طبية. فني أجهزة طبية. بالنسبة لمعهد فني تمريض يبقى ليك هي كلية تمريض بس. ولازم تجيب تقدير عالي، يعني التقدير التراكمي بتاعك يكون امتياز في السنتين، يعني في السنتين تجيب امتياز عشان تخش كلية تمريض. تمام، يبقى احنا كده عرفنا معهد فني صحي تقدر تكمل في كلية العلوم التطبيقية، يكون مجموعك عالي طبعا أو مرتب على الدفعة. وتقدر تكمل كلية تمريض لو أنت علم علوم. لو أنت علم علوم، كلية هندسة لو أنت علم رياضة. تقدر تخش هندسة وتكمل كلية هندسة، بس تكون داخل قسم فني أجهزة طبية، ودي بكرر عليها تاني القسم ده. طيب بالنسبة لمعهد فني تمريض قلنا هي كلية تمريض بس، لازم تكون جايب التراكمي بتاعك امتياز أو مرتب على الدفعة. طيب بالنسبة للأقسام، يعني الأقسام المتاحة، قال لك عندنا في معهد فني صحي في عندنا 9 أقسام، يعني أقسامه كتير. معهد فني صحي أقسامه كتير أكتر من تاني وهنعرف دلوقتي. طيب أقسام زي إيه؟ قسم تحاليل، تركيب وفني أشعة، قسم طوارئ، نساء وتوليد، قسم أسنان. وقسم أسنان ده كويس، يعني أنت لو كان نفسك تخش كلية أسنان أو الكلام ده، إن هو بيعلمك حاجات كتير، فن تركيب، مقاسات السنان والحاجات دي كلها. معهد فني صحي قسم أسنان موجود. طبعا عندك 9 أقسام تختار ما بينهم. تتخصص إيه على حسب مجموعك في الثانوية العامة، خد بالك من حاجة زي دي. تتخصص على مجموعك في الثانوية العامة. طيب معهد فني تمريض للأسف ما فيش أقسام، إن أنت بتدرس كل المواد عادي ولما بتتخرج تشوف بقى بعد كده. طيب بالنسبة للاتنين فرص شغلهم، قلنا أول حاجة الاتنين لهم تكليف والاتنين تطلع تشتغل. شغلهم جوه مصر يعني كتير، وكمان في تكليف، وبره مصر أكتر بكتير، ومرتبات كويسة يعني متقلقش. كمان تقدر تكمل كلية لو أنت عايز تكمل كلية أو تحسن من نفسك. نفس الكلام قلنا الكليات اللي ليها تمريض، الكليات اللي معهد فني تمريض، معهد فني صحي، الكليات المتاحة بعديه سواء علم علوم أو علم رياضة. وكده احنا وصلنا لحد آخر الفيديو بتاعنا. آخر حاجة بس أقولها إنك يعني ديت في معهد فني صحي أو معهد فني تمريض الاتنين كويسين جدا. وكل واحد على حسب هو عايز إيه، يعني شوف أنت عايز تعمل إيه أو عايز تكمل بعد إيه عشان تبص لقدام. تمام، يعني أنت عايز تكمل كلية هندسة يبقى عندك معهد فني صحي، تخش قسم اللي هو أجهزة فنية طبية. تمام، عشان تكمل هندسة. لو أنت كان نفسك في هندسة، نفسك في تمريض، يبقى داخل المعهد وأنت علمي علوم، عشان حاطط في دماغك حاجة زي دي تبقى أنت علمي علوم. فشوف الشعبة بتاعتك، شوف تنسيقك، شوف درجاتك في الثانوية العامة، إن الأقسام أغلبيتها بتكون على حسب الدرجات. وبس كده كنا وصلنا لحد آخر الفيديو. اشترك في القناة لو لسه مشتركتش عشان أي فيديو جديد هنزله يوصل لك عليه.